السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي الكرام في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن ال Relative Pronouns، ضمائر الوصل. تمام، لو أول مرة نشوف المحتوى بتاع القناة ما تنساش تشترك فضلا وليس أمرا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يعني إيه ال Relative Pronouns أو بتستخدم في إيه؟ أولا ال Relative Pronouns عندي هي who أو which أو that أو where أو when أو whose. أي واحدة من الكلمات دي تعتبر ضمير وصل. طيب، هنعرف هي بتستخدم لإيه. ضمائر الوصل دي بتستخدم للتعرف على الناس أو الأشياء أو وصفهم. تمام، أول حاجة عندي who أو that. who أو that بمعنى الذي أو التي للشخص العاقل. who أو that بمعنى الذي أو التي للشخص العاقل، بتوصف إنسان. تمام، ممكن أشيل who وأحط that أو العكس. تمام، يبقى الاتنين يساووا بعض. نبص كده للجملة دي، بيقول لي إيه؟ بيقول لي a nurse is a person who أو that helps sick people. تاني، a nurse اللي هي الممرضة هي a person، هي شخص الذي ممكن استخدم هو، ممكن استخدم ذات، هو الذي يساعد الناس المرضى. يبقى انا اديت معلومه او بوصف الممرضه بانها الشخص الذي يساعد المرضى. طيب، ناخد مثال تاني. a policeman اللي هو رجل الشرطه is a person who أو that catches thieves. تاني، رجل الشرطه هو الشخص الذي يقبض او يمسك اللصوص. تمام، يبقى policeman ده شخص عاقل، استخدمت هنا ضمير وصل هو. تمام، وممكن اشيل هو واحط that. تمام، طيب نروح بعد كده على which او that، الذي او التي برضو بس لغير العاقل. لغير العاقل، لشيء او لجماد او لحيوان بوصف ب which او that. يبقى that عندي هنا مشتركة بين مع who و which. تمام، طيب نبص كده على المثال ده. بيقول لي a computer is a machine. الكمبيوتر او الحاسب الآلي هو آلة. which او that، which أو that store information. هنا stores، في هنا اس ناقصة. تمام، يبقى a computer is a machine أو which أو that stores information. يبقى الكمبيوتر ده غير عاقل، غير عاقل، أربط ب which. تمام يا شباب، ممكن نشيل which وأحط that. where، where بمعنى حيث. where مش أين هنا. where كضمير وصل أو كأداة وصل بمعنى حيث، تدل على المكان. This is the house، هذا هو المنزل. where we live، حيث نعيش. يبقى بوصف البيت ده بأن هو ده اللي احنا بنعيش فيه. يبقى this is the house where we live، حيث نعيش. تاني، this is the bank، هذا هو البنك. البنك where my father works. تمام، يبقى حيث يعمل أبي. تمام، بوصف البنك ده بأن هو ده اللي بيشتغل فيه الوالد. تمام، this is a bank، بنك ده مكان، هستخدم where. نروح بعد كده على when. when معناها عندما أو حينما، تدل على الوقت أو الزمن. تدل على الوقت أو إيه أو الزمن. نبص كده على الجملة هنا، بتقول لي I will leave when she arrives. أنا هغادر أول أو همشي أول ما هي توصل. يبقى في الوقت اللي هي هتوصل فيه أنا هغادر. تمام، I will leave يبقى هنا when تدل على أو تدل على الوقت أو الزمن بمعنى حينما أو عندما. where بتساوي إيه؟ where ممكن تساوي حرف جر زائد which. حرف جر زائد which أو which زائد حرف جر. طيب يعني إيه الكلام ده؟ تعالى كده نبص على المثال عشان نفهم. بيقول لي إيه؟ This is the company where my father works. هذا أو هذه هي الشركة حيث يعمل أبي. تساوي إيه؟ تساوي This is the company in which my father works. يبقى هنا أنا شلت where، حطيت مكانها in which.
شلت where حطيت مكانها in which، يبقى الاثنين بيساووا بعض. طيب نبص كده. This is the company، هذه هي الشركة which my father works in. يبقى جبت which اهي which وحرف جر بس جاء في آخر الجملة. تمام، يبقى this is the company where my father works in. الثلاث جمل متساويين ونفس المعنى. تمام، نروح اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لاحظ الجمل الآتية. This is the restaurant where we had dinner last week. تاني. This is the restaurant where we had dinner last week. هنا restaurant يقصد به المكان نفسه. تمام، ولذلك ربط ب where. يبقى هذا هو المطعم الذي تناولنا فيه العشاء الأسبوع الماضي. يبقى restaurant هنا يدل على المكان أو حيث، هذا هو المطعم حيث تناولنا العشاء. تمام. طيب بص كده على الجملة دي. المطعم هنا مكان، ولذلك نربط بضمير الوصل where. طيب يعني ايه الكلام ده؟ نبص للجملة دي علشان نفهم برضو الديفرنس او الاختلاف. This is the restaurant which my uncle bought last week. هذا هو المطعم الذي اشتراه عمي الاسبوع الماضي. ايه الفرق يا مستر؟ ايه الفرق اللي خلاني فوق جبت هنا where وهنا جبت which؟ واقدر اميز ازاي؟ نبص كده. هنا بيعبر، يقصد ان المطعم ده شيء غير عاقل، شيء غير عاقل، مش مكان هنا. تمام، ولذلك بيقول ايه this is the house. ده من سياق او المعنى المجمل للجمله بتاعتي. بيقول لي this is the restaurant which my uncle bought last week. هذا هو المطعم الذي اشتراه عمي. هنا مش بيقصد المطعم ده مكان، لا هو كشيء عامه. المطعم ده هو ده الذي اشتراه عمي، لذلك نربط بضمير وصل which. ما يكون يقصد المطعم هنا مكان، تمام، هيوصفه كمكان يبقى نستخدم وير، لكن لو هيوصفه كشيء بستخدم which. تمام، نبص هنا. بيقول لي whose. whose يعني ايه؟ whose بمعنى الذي او التي او الذين، وهي ضمير، هي كلمة تعتبر ضمير وصل يدل على الملكية. يبقى whose أنا بستخدمها لما أحب أوصف شيء متعلق بالملكية، ويذكر بدلا من his أو her أو their أو its. طيب تعال نبص كده عشان خاطر نفهم. بيقول لي إيه؟ This is my friend whose dad is a doctor. هذا هو صديقي الذي والده، ويذكر اللي هي المفروض هنا ايه؟ his dad is a doctor. This is my friend his dad is a doctor. ولذلك شلت his حطيت مكانها whose الذي او اللي باباه دكتور. تمام، يبقى this is my friend هو ده صديقي اللي او الذي يكون والده طبيب. هنا كلمة whose حلت محل ايه؟ محل his. طيب these are the cars. هذه هي السيارات أو العربيات whose owner is a famous artist. اللي مالكها فنان مشهور، ولذلك هنا كلمة whose حلت محل their. their owner is a famous artist اللي هو صاحبهم أو مالكهم فنان مشهور. بكده يا شباب احنا خلصنا الريلاتيف بروناونز. ما تنساش لو أول مرة تشوف المحتوى بتاعنا تشترك في القناة وتعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.